اللي حصل في ماتش ليفربول وفرانكفورت ده مش مجرد ماتش كوره، دي دراما كرويه بكل معنى الكلمه. ليفربول كان داخل الماتش ده وهو في ازمه حقيقيه، كانت كارثه حرفيا. يعني الفريق كان خسران 4 ماتشات ورا بعض في كل البطولات، هزيمه من مانشستر يونايتد ومن تشيلسي ومن كريستال بالاس. حتى في اوروبا خسر من غلطة سراي، دي كانت اسوأ سلسله هزايم للنادي من 10 سنين. والمدرب الجديد ارني سلوت كان محطوط تحت ضغط رهيب. واللي كان مخلي الموضوع مرعب اكتر ان لو ليفربول خسر الماتش الخامس ده كان هيعادل رقم سلبي تاريخي ما حصلش من 72 سنه. اخر مره النادي خسر 5 ماتشات ورا بعض كانت سنه 53 اعتقد يعني. والموسم ده الفريق هبط للدرجه الثانيه. يعني الماتش ده ما كانش مجرد 3 نقط، ده كان اختبار لكرامه وشخصيه الفريق كله. لا، وزود على ده ان طيارتهم اتاخرت 4 ساعات وهم رايحين المانيا، يعني توتر وقلق من قبل ما الماتش يبدا. اما بالنسبه لفرانكفورت فده فريق مجنون حرفيا، فريق تقدر توصفه بانه هجوم كاسح ودفاع مخلع بيدخل فيهم اجوان بالهبل، 24 جول في اخر 10 ماتشات و11 جول في اخر 3 ماتشات بس. يعني فريق بيلعب من غير حسابات، يا غالب يا مغلوب بنتائج كبيره. كل ده كان بيقول اننا هنشوف ماتش مفتوح ومليان اجوان. كانت في بقى مفاجاه من ارني سلوت، خطه جديده وصلاح على الدكه. وسط كل الضغط ده المدرب ارني سلوت عمل مفاجاه الموسم بصراحه، رمى كل خططه القديمه وقرر يلعب بخطه جديده خالص محدش كان متوقعها، 4-4-2. دي كانت رساله واضحه انه مش هيكمل بنفس الطريقه اللي خسرته 4 ماتشات. والقرار الصادم بقى الاكبر انه حط محمد صلاح على الدكه. القرار ده كان له اسباب كتير. سلوت قال انا غياب جرافن بيرش عنده للاصابه خلاه محتاج يغير شكل نص الملعب، وخطه 4-4-2 دي محتاجه لاعب جناح بيدافع كتير، وده ممكن ما يكونش انسب دور لصلاح. لكن ناس كتير شافت ان دي قرصة ودن لصلاح بعد ما مستواه نزل في الماتشات الاخيره. وفي الاخر ده كان اثبات من ارني سلوت ان هو الامر الناهي في الفريق ومفيش لاعب اكبر من الخطه. التغيير ده فتح الباب لتجربه هجوميه جديده بصراحه، لاول مره نشوف ايزاك وايكيتيكي بيلعبوا جنب بعض في الهجوم. والصدفه ان ايكيتيكي كان بيلعب ضد فريقه القديم اللي لسه سايبه في الصيف. اما فرانكفورت فدخلوا بخطتهم العاديه 4-2-3-1، معتمدين على هجومهم القوي ومستسلمين لفكره ان دفاعهم ضعيف. سيناريو الماتش بقى من الرعب للريمونتادا التاريخيه بصراحه. الشوط الاول الكابوس اتحقق وبعدين بقى العاصفه. ليفربول بدأ الماتش ضاغط وإيزاك ضيع فرصتين في أول 10 دقايق والناس بدأت تقلق من لمسته الأخيرة. لكن في الدقيقة 26 حصل اللي كلنا كنا خايفين منه، للمرة الخامسة على التوالي ليفربول بيدخل فيه الجون الأول، هجمة مرتدة سريعة من فرانكفورت والكرة جت في العارضة ودخلت جون في اللحظة دي. كل جماهير ليفربول قالت بس التاريخ الاسود بتاع سنه 53 هيتكرر، لكن الرد كان صاعد بصراحه. في 9 دقائق بس ليفربول قلب الماتش. الدقيقه 35 الواد ايكيتيكي اللي بيلعب ضد فريقه القديم استلم تمريره طويله من روبرتسون وانفرد وجاب جون التعادل بهدوء اعصاب. الجون ده فك الضغط عن الفريق كله. الدقيقه 39 ضربه ركنيه والكابتن فان دايك يطلع بدماغه ويحط الجون التاني. الدقيقة 44 ضربة ركنية تانية والمدافع التاني كوناتي يطلع برضه ويجيب التالت برأسية حلوة قوي. 3 اجوان في 9 دقايق بس. الشوط الاول خلص 3-1 وليفربول راجع من بعيد قوي. الشوط الثاني بقى عندك حفله اهداف. الشوط الثاني كان من طرف واحد، فرانكفورت استسلم تماما وليفربول سيطر على الماتش بالطول والعرض. الدقيقه 66 جابكو بيسجل الرابع من بعد اسيست رائع بصراحه من فيرتس. في الدقيقه 70 عندك نجم الليله سوبوسلاي ضرب صاروخ بصراحه من بره منطقه الجزاء عشان يختم الحفله بالجون الخامس. سوبوسلاي كان رجل المباراه من غير منازع، جاب جون عالمي بصراحه وعمل اسيست جون كوناتي من الكورنر وشال نص الملعب لوحده، دفاع وهجوم. ده غير ان هو اللي قطع الكوره وبدا هجمه الجون الرابع. ارني سلوت نفسه قال انه بيعتمد عليه زي ما بيعتمد على فان دايك وصلاح بالظبط. اما فيرتس بقى فده حكايته حكايه. الشوط الاول كان ضايع وهو اللي اتقطعت منه كوره جون فرانكفورت، لكن في الشوط الثاني الواد نزل فايق وعامل 2 اسيست، واحد لجابكو وسوبوسلاي. دي كانت اول مساهمات تهديفيه مباشره ليه مع ليفربول، ولحظه ممكن تغير مسيرته مع الفريق وتديله ثقه كبيره. حكايه المهاجمين، واحد بطل وواحد مصاب وملك زعلان. في الهجوم كل واحد كان له قصه. بص يا سيدي، عندك ايكيتيكي كان بطل الليله النهارده، جاب جول التعادل الحاسم في فريقه القديم وكان مصدر قلق لدفاعهم طول ما هو في الملعب. على العكس تماما من ايزاك، كان يومه صعب قوي بصراحه، ضيع فرصتين في الاول وخرج بين الشوطين عشان حس بشد في الفخذ، وواضح ان اللاعب لسه مش كامل في لياقته بعد الاصابه الطويله. اما محمد صلاح فدي القصه الاهم بقى. نزل في الدقيقه 74 وهو مستميت عشان يجيب جون. الاستعجال ده خلاه ياخد قرارات فرديه غريبه. في كورتين على الاقل كان ممكن يباصي الفيرتز اللي كان ممكن احسن، لكنه فضل يشوط في زوايا صعبه وضيعهم. اللقطات دي بتبين ان صلاح حاسس بضغط الدكه ونزول مستواه، وكان بيدور على مجد شخصي في ماتش كان خلصان اصلا يعني. والارقام ما بتكدبش، لو بصينا على الارقام هنعرف ان الخماسيه دي مش صدفه.
الاستحواذ ليفربول 65%، يعني الكرة كانت معاهم اغلب الوقت. عندك بقى التسديدات، ليفربول شاط 18 كرة، 14 منهم على الجون، فرانكفورت شاط 4 بس، منهم واحدة بس على الجون وهي اللي دخلت. الخلاصة ليفربول صحي، بس الأسئلة لسه ما خلصتش. الفوز 5-1 ده كان أكتر من مجرد 3 نقط، ده كان فوز بيرد على كل المشككين وبيوقف نزيف الهزايم وبيرجع الثقة تاني للفريق. الفوز ده كمان اثبت ان ارني سلوت عنده شجاعه ومرونه تكتيكيه، قرر انه يغير الخطه ويقعد صلاح. كان مخاطره كبيره بصراحه لكنها نجحت نجاح كويس قوي. لكن الفوز ده بيفتح اسئله جديده كده. هل خطه 4-4-2 دي هتكمل ولا كانت مجرد خطه للماتش ده؟ وايه مصير ايزاك مع الاصابات المتكرره؟ وصلاح هيتعامل ازاي مع فكره انه ممكن يقعد احتياطي تاني؟ وهل انانيته في الاخر الماتش دي علامه خطر؟ اللي نقدر نقوله ان ليفربول فاق من الكبوه اللي كان فيها دي، لكن شكل الفريق الجديد مع المدرب ارني سلوت لسه بيتكون والحكايه يا دوب بتبتدي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.